من الأسئلة اللي كانت بتجيلي إزاي أعمل أوردر يا هبة وأطلعه وإزاي أحسب التكلفة بتاعته وليه الأكل البيتي بيكون أغلى من المطاعم وإزاي بيكون أحلى وأنضف وأطعم منه. النهاردة هقولك على تكات وأسرار فعلا اللي هياكل الأكل من إيدك هيحلف بجمالها وبطعامتها. أولا أنا بجيب الخضار بتاعي وبكلفه وبشوف أنا جبت بكام وأحسبه معايا. جبت بطاطس قشرتها وغسلتها، بصل قشرته، باشوف أنا استخدمت قد إيه والوزن قد إيه. جبت برضه الفلفل نضّفته كده وبدأت إن أنا أقطّعه طرنشات، لإن في الصينية بتاعة الكفتة بالبطاطس بابدأ إن أنا أحط فيها خضار. أيوه، ما أنا قُلتلكيش إن إحنا هنعمل صينية بطاطس بالكفتة، بس بتكنيك رهيب. جبت بقى الخضار بتاعي وقطّعته بالشكل ده. حضّري بقى كل الخضار اللي أنتِ هتستخدميه في الorder بتاعِك بالشكل ده، وبتحسبي بقى الكمية اللي انتي استخدمتيها في الاوردر والتكلفة بتاعتها قد ايه، من كيلو، من نص كيلو، من وحدتين، من ملح وفلفل اسمر، من بهارات. كل ده انتي لازم تحسبيه في الاوردر بتاعك. ومن استخدامك للحمة بلدي او لحمة مستوردة، كل ده الكوست بتاعك بيفرق معاكي في الاوردر. بدأت افرم البصل مع الفلفل الرومي وخدت التفل بتاعه وصفيته كويس من المية، وبدأت ان انا اخد المية اركنها على جنب، ونزلت في الكبة بالورق بتاع البقدونس والبصل وفرمته، وحطيت بقى التفل بتاع البصل والفلفل الرومي، وحطيت اللحمة المفرومة البلدي وعليهم كيسين من خلطة البهار من كنور ومعلقة من البابريكا المدخنة. سمغي بقى كل الكلام ده كويس جدا، وطبعا دي بنسميها اللي هي مجهودك بقى الشخصي اللي بيبقى ليه كوست تاني، وبتبقى انتي بتحطيه على الاوردر بتاعك. غلفي بقى بستريتش راب ودخليه التلاجة نص ساعة. البطاطس بتاعتنا بنبدأ نقطعها كده بسمك 1 سنتي، كل الكمية بالشكل ده، وبحط عليها معلقة من بهارات البطاطس. لازم تخلي كل حاجة ليها تيست وليها طعم، فأنا بعملها بالشكل ده. بصراحة بتبقى طعمها خطير وكل اللي بياكله من ايدك بيحلف بجمالها. المية بقى اللي احنا صفيناها من البصل والفلفل بحط عليها معلقة من الزيت، وابدأ اشكل الكفتة بتاعتي دواير بالشكل ده، مش بتفك معاكي، متماسكة، وبين كل طبقة وطبقة بحط كيس تلاجة وطاسة سخنة بقى وببدأ أديها صدمة. يعني الأوردر بيطلع بنسبة سوا 3/4 سوا. لو حد عايز يسويه بتحسبي بقى الكوست بتاع التسوية، لو عايز ياخد ني بياخده كده، لأن أنا ما بحبش الخضار مع اللحوم تطلع نية، بتطلع بالشكل ده. وبعد كده بدي للكفتة بتاعتي برضو صدمة، يا دوبك هو بيحط الصوص بتاعه ويدخلها الفرن وبتكون استوت. رصي بقى السرفيس بتاعك، ده طبق حراري بيتجاب من مستلزمات الادوات المنزليه، ورصي الخضار بتاعك كده، بطاطستين كفته، بطاطستين، وحطي بقى شرايح الطماطم والفلفل والالوان. مش عايزه اقولك بيعلي التيست قوي لما بتحطي بقى ميه البصل والفلفل على الوش كده. جربوها ويا رب اكون فدتكم. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.